الترند في السكين كير في 2024 هو السكين مينيماليزم، ومن اسمه ان احنا هنستخدم منتجات قليله، وده ليه مميزات كتير. اولهم ان احنا هنوفر ان احنا نشتري منتجات كتير، واصلا الدنيا بقت غاليه والميزانيه مفيش. وتاني حاجه هيبقى منتج ولا اتنين هما اللي بنستخدمهم في الروتين بتاعنا، فمش هنشيل هم بقى ان احنا راجعين بعد يوم شغل طويل من بره مش قادرين وهنموت وننام. هما هيبقى منتج واتنين هنستخدمهم وخلاص على كده. وسكين مينيماليزم بيعتمد اصلا على ان احنا نستخدم الاساسيات والحاجات الضروريه في السكين كير اللي نقدر بيها نحافظ على بشرتنا، مش هنفضل نزود في منتجات ومواد فعاله. وده اصلا السؤال اللي الناس كتير بتبعتهولي وتقولي هي ايه الاساسيات اللي المفروض نستخدمها، انا متشتته مش عارفه استخدم المنتج ده ولا المنتج ده، وهل اصلا بشرتي محتاجاه ولا لا. فكل اجابات الاسئله دي هتلاقوها في الفيديو ده، فيلا بينا نبتدي. هاي، ازيكم؟ ده اول فيديو لينا هنعمله في 2024، فكل سنه وانتم طيبين. بتمنى ان تكون السنه دي هاديه علينا وجميله. ندخل بقى في موضوع الفيديو، ان احنا هنتكلم على الاساسيات في السكين كير روتين. ولو كنتوا نسيتوا وانتوا بتخططوا للسنه الجديده وتحطوا اهداف، ان انتوا تحطوا هدف لبشرتكم ولشعركم، فانا اديني بفكركم من اول السنه ان احنا نحط هدف ان احنا نحاول نحافظ على شعرنا وبشرتنا. انا عارفه اني عشان الموضوع ما يطولش، بس النقطه دي مهمه جدا، وان شاء الله يجي وقت مناسب وافضل اتكلم فيها. بس شعرنا وجلدنا دول نعمه ربنا عطاها لنا، ودول عضو زي باقي اعضاء جسمنا، مش بيقلوا اهميه، بالعكس ده الجلد بتاعنا هو خط الدفاع الاول اللي جسمنا بيحمي بيه الاعضاء الداخليه. فان احنا نهتم ببشرتنا وشعرنا ده مش دلع وده مش رفاهية، احنا بس بنحاول نحافظ على حاجة احنا مسؤولين ان احنا نحافظ عليه. وبما ان الفيديو ده هيتكلم عن اساسيات السكين كير اللي بيها هنقدر نحافظ على بشرة صحية طول السنة، انا شخصيا كان الهدف بتاعي في السنة دي ان انا اهتم اكتر بشعري. فلو حابين تعرفوا ازاي نهتم بشعرنا اكتر وايه الروتين اللي انا بستخدمه، اكتبوا لي في الكومنت. علشان نوصل لبشرة صحية ده بيعتمد على المنتجات والروتين اللي هنستخدمها، وده الهدف الاساسي من فكرة السكين مينيماليزم، ان احنا هنقلل المنتجات والروتين بتاعنا هيكون عبارة عن خطوة او خطوتين. اول منتج معانا هو المرطب. ضروري جدا نستخدم مرطب مهما كانت نوع بشرتنا. احنا ممكن نحاول ندور على يكون فورميولا شكل يعني للمنتج، كريم لوشن يكون مناسب مع نوع بشرتنا، بس ضروري مهما كانت نوع بشرتك تستخدمي المرطب. اصلا كده لو رجعنا لورا شوية وشفنا اي بيبي هنلاقوا اكتر منتج بيستخدموه هو الكريمات المرطبة، عشان هي كريمات ملطفة، كريمات بتهدي من الالتهاب. فان احنا نستخدم كريم مرطب ده حاجة اساسية، ده نمبر 1 في السكين كير روتين. هنستخدمه مرتين في اليوم، مرة في الصبح ومرة بالليل. تعالوا اقول لكم ايه اهمية ان احنا نستخدم المرطب بالعامية كده. لو احنا عندنا حيطة متكونة من قوالب طوب وبس، لو جه اي حد وهزها هل هتقع ولا لا؟ بديهيا هتقع. طب لو كانت قوالب الطوب دي مبنية ومحطوط ما بينها اسمنت، تعالوا كده نشوف حد يقدر يزقها. صعبة شوية. جلدنا كده بالظبط، جلدنا بيتكون من خلايا مرصوصة جنب بعض شبه قوالب الطوب بالظبط، وبتكون ما بينها مواد عبارة عن سيرامايدز وفاتي اسيد وليبيدز، دي شبه الاسمنت. طول ما هي موجودة، طول ما الخلايا ماسكة في بعضها وبشرتنا متماسكة، فأي حاجة تيجي تدخل بقى من بره سواء بكتيريا أو فيروسات، جلدنا بيتصد ليها وبيبقى قوي. وده السكين بارير، لو كنتوا سمعتوا المصطلح ده قبل كده فهو ده اللي احنا مهم جدا بالنسبة لنا ان احنا نحافظ عليه، ان طول ما السكين بارير بتاعنا سليم ومتماسك نادرا لما هتحصل معانا مشكلة. ايه نوع المرطب اللي هنستخدمه؟ زي ما انا قلت كل نوع بشرة هيكون ليها شكل معين في الكريمات تستخدمهم. يعني البشرة الجافة هي بتكون اصلا محتاجة ترطيب زيادة، فممكن تستخدم كريمات بتكون تقيلة وهتقدر تعوضها النقص اللي بيحصل لها. لكن لو بشرة دهنية فهي بتكون محتاجة حاجة خفيفة، ان هي عندها افراز من الدهون، لكن الدهون ده مش معناه ان عندها مية برضو كفاية، هي ممكن تكون دهنية بس بشرتها مفتقدة للمية. فممكن تستخدم اللوشن بيكون خفيف وبيكون معتمد في تصنيعه اكتر ان كمية المية فيه اكتر من كمية المواد المرطبة. تاني منتج هيكون في الروتين بتاعنا هو السان سكرين. ولو اتكلمنا من هنا لبكرة هنفضل نقول سان سكرين كل يوم، صيف وشتاء.
الشمس مش الضوء بتاعها هو ده اللي بيأثر علينا، يعني عشان كده في الصيف بنشوف الأشعة دي فبنستخدمها. لا، هي الأشعة أصلا اللي بتضرنا هي أشعة غير مرئية، أشعة اليو في. دي لو وصلت لخلايا جلدنا هتأثر على الدي ان ايه اللي موجود جوه، وده لو حصل هيحصل فيه تغيرات، والتغيرات دي حاجات هتكون مش طبيعية، مش الطبيعي بتاع الجسم ان يكون فيه التغيرات دي، فبالتالي ممكن توصل معانا لحاجة احنا مش هنحبها وهي سرطان الجلد. فضروري جدا ان احنا نستخدم السان سكرين عشان هو بيحمينا من التجاعيد، بيحمينا من الدارك سبوتس، النقط اللي بتبقى حوالينا لان هي بنسميها النمش. اوكي ان هي طالعه ترند وفي ناس بتجيب الايلاينر وترسمها مخصوص، بس اوريدي الناس اللي عندها دارك سبوتس لوحديها دي بتكون بسبب ان الشمس هي ضرتهم، ما استخدموش السان سكرين. غير اصلا التصبغات اللي محدش بيحبها، ما هي اصلا ليه جلدنا اتصبغ؟ ان صبغه الميلانين غصب عنها ما لقيتش سان سكرين على البشره عشان يحميها، فهي اضطرت ان هي تطلع على السطح عشان خاطر تكون الشمسيه اللي احنا كنا شرحناها قبل كده ان هي تحمي بشرتنا. فان احنا نستخدم سان سكرين ده بيكون زي حاجز او حمايه بنحمي بيها الجلد، بنحمي بيها الجلد من جوه كخلايا وكاعضاء، وبنحمي بيها نفسنا من مشاكل كتير هتفضل تدخلنا في دوامات وعلاجات. تعالى اقولك على تركايه لو بشرتك دهنيه زيي انا شخصيا بعملها. دلوقتي احنا قلنا هنستخدم المرطب مرتين في اليوم، في الصبح وبالليل، وهنستخدم السان سكرين مره واحده في اليوم اللي هو في الصبح في وجود الشمس، اكيد بالليل لا. فساعات البشره الدهنيه بتحس ان منتجات كتير على البشره وهي اوريدي اصلا بتفرز دهون، فبتبقى الدنيا مش لطيفه. فانا بحب اعمل خدعه كده ان انا استبدل المنتجين دول بان انا هجيب سان سكرين في شكل كريم. هو اصلا السان سكرين بيكون متصنع ازاي؟ يعني لو رجعنا بقى لجزء التصنيع والناس اللي في المصانع، بيكون عباره اصلا عن كريم فيه مواد مرطبه ومحطوط عليه الفلاتر بتاعه الشمس اللي هتحمينا. فهو في الاصل القوام بتاعه اصله كريم. فخلاص انا كده هستغنى عن الكريم المرطب وهستخدم في الصبح سان سكرين الكريم بس. ثالث منتج معانا، انا عارفه ان في ناس هتخمن ويقولوا اكيد الغسول، بس للاسف لا. المنتج الثالث اللي معانا هنستخدمه لو كان سنك فوق ال20. لو سنك تحت ال20 لا، انت مش محتاجه المنتج ده. لما توصلي لسن ال20 ابداي استخدميه، الا لو كان عندك مشكله والدكتور معين وصفهولك بوصفه في روشته. المنتج الثالث بقى هو الريتينول او مشتقات فيتامين اي بشكل عام. المادة دي معروفة ان هي بتعالج الحبوب وبتعالج مرضى الصدفية، بس فعليا المادة دي معجزة ان هي ليها، يعني هي بتشتغل بكذا طريقة، بس اكتر 3 طرق احنا اصلا اوريدي محتاجينهم. اول حاجة ان هي بتحفز الكولاجين انه يرجع يتصنع تاني في جلدنا بدل اللي اتكسر بسبب الشمس. واحنا اكيد كلنا بعد سن ال20 اوريدي الكولاجين بيبدأ يتكسر 1% كل سنة لوحده، يعني دي حاجة مش هنقدر نمنعها، بس احنا نقدر نعوض ده عن طريق ان احنا نستخدم مشتقات فيتامين اي. تاني حاجة ان هو بيقلل من البقع والتسبغات في الجلد، هو يعتبر مادة من المواد المسؤولة عن تفتيح البشرة، فاكيد طبعا هنحب نستخدمه. تالت حاجة ان هو بيسرع من معدل تجديد الخلايا، فمفيش خلايا قديمة هتتراكم على السطح، فبالتالي بشرتنا هتكون بتتقشر بشكل صحي وبتكون دايما نضرة ومفيش خلايا ميتة متراكمة، فهيكون ملمسها ناعم ومش خشن. هنستخدم بقى ازاي ريتينول؟ لو انت كنتي اول مرة بتستخدمي ريتينول او مشتقات فيتامين اي فضروري ان احنا نستخدمها تدريجيا. يعني اولا الريتينول لو كنت متعودة عليه او مش متعودة عليه هنستخدمه بالليل. ليه؟ عشان هو بيعمل تحسس مع الشمس، فاحنا نحاول نمنع ده ان احنا نستخدمه بالليل، تاني يوم الصبح لما نخرج نستخدم السان سكرين بتاعنا. واحنا اصلا قلنا ده تاني منتج لازم نستخدمه، فانت مش هتروحي تستخدمي المنتج الثالث اللي هو الريتينول لو انت مش هتستخدمي المنتج الثاني اللي هو السان سكرين. تاني حاجة مشكلة بيعملها ان هو بيسبب جفاف في البشرة، فضروري ان احنا نستخدم المرطب، واحنا قايلين ان اول منتج في الروتين بتاعنا المرطب، فطبيعي جدا ان احنا بقى نستخدم الريتينول، ما احنا اوريدي بنستخدم المرطب. لكن لو انت كنتي بتستخدميه لاول مره فانا انصحك ان انت تستخدميه بالليل 3 مرات بس في الاسبوع، وبعد ساعه تغسليه بالميه. ممكن ده يحصل في اول اسبوع، الاسبوع التاني ممكن بقى ما تغسلوش بالميه وتسيبيه وتنامي بيه. هنفضل نستخدم فيه تدريجيا لغايه ما البشره تتعود عليه ونقدر ممكن نستخدمه كل يوم.
ونستخدمه لكل يوم، اللي هو الريتينول المشتق بتاع فيتامين ايه، اللي هي ابسط صورة ليه. مش هنروح نجيب كريم اكريتين ونستخدمه. كريم اكريتين ممنوع ان احنا نستخدمه الا باشراف دكتور، ان الاثار الجانبية للريتينول زي التحسس من الشمس والجفاف للبشرة في كريم الاكريتين هتلاقوهم اضعاف الاضعاف. بالعكس لو استخدمتوا كريم اكريتين بدل ما يكون الوظيفة بتاعته ان هو يقشر البشرة ويخلي ملمسها ناعم، بالعكس هيعمل قشرة، وده بسبب ان انتوا استخدمتوه من غير اشراف الدكتور. وعشان الناس بتستسهل وتروح توصف لكم الاكريتين على اساس ان هو المنتج المتوفر وان مفيش ريتينول في مصر، معظم الريتينول في منتجات غالية وفرنسية واحنا اصلا في مرحلة مقاطعة، فلا، في منتجات فيها ريتينول. عندنا 2 برودكتس، واحد من شركة ناتافيز وواحد من شركة انفينيتي، هحط لكم صورهم هنا. رابع منتج معانا اخيرا وصلنا له هو الغسول. الغسول وظيفته انه ينظف البشرة. بلاش نحمل على المنتجات ان هي تعمل لنا حاجات مش مسؤول ان هي تعملها. الغسول هينظف البشرة. هقول لكم على تريكات انا شخصيا بستخدمها. انا شخصيا بالذات في الشتاء عشان انا بشرتي دهنية، ففي الشتاء بتكون جافة شوية، ففي الصبح بكتفي بس ان انا بغسل وشي بالمية، واعتقد انا كبشرة دهنية بعمل كده، فما بالكم بقى البشرة الجافة. المية كويسة جدا ان احنا نستخدمها في الروتين بتاع الصبح. ليه بقى؟ ان احنا اوريدي بالليل غسلنا بشرتنا، عملنا الروتين الليلي بتاعنا، مستخدمين كريمات مفيدة لبشرتنا، فانا في الصبح ما فيش اتربة او حاجات تلوثات على بشرتي عشان اضطر ان اغسلها. لكن بالليل لا، هنا ستوب، هنا لازم نستخدم غسول يكون مناسب ويكون بينظف بشرتنا كويس. عشان في بقى تقنيات جديده طالعه ان هو ان احنا نعمل دبل كلينزنج، ان احنا نستخدم حاجه بتنظف بشرتنا مرتين. زي مثلا نستخدم بقى كلينزنج بالم، بتكون كده زي زبده بنسيحها ونفضل بقى نسيح بيها الميك اب، او نستخدم الميسلر ووتر بتاعتنا هتعمل نفس الغرض بتاع اللي هو الدبل كلينزنج. وتاني منتج يكون الغسول بتاعنا، يعني هنستخدم منتجين عشان ينظفوا البشره. طبعا كل بشره هتستخدم الغسول المناسب ليها، يعني البشره الدهنيه هتجيب غسول للبشره الدهنيه وغالبا هيكون في شكل جل، لكن البشره الجافه هتجيب غسول للبشره الجافه وتقريبا هيكون ملكي كده او فوم. تعالوا نلخص كل اللي قلناه ونقول ايه الروتين بالظبط اللي هنمشي عليه. الروتين الصباحي، اول حاجه هنغسل وشنا، فممكن نستخدم الميه بس، او لو حاسين ان المنتجات بتاعت بالليل استخدمناها تقيله وعامله دهون على بشرتنا، ممكن نكتفي بقطنه ومثل الووتر نمسح بشرتنا وبعد كده نغسله بالميه. تاني منتج هيكون المرطب. تالت منتج هيكون السان سكرين، واحنا قلنا لو البشره الدهنيه ممكن تستبدل المرطب والسان سكرين ان هي تستخدم سان سكرين يكون في شكل كريم. وفي الروتين الليلي بقى هنستخدم الغسول المناسب لنوع بشرتنا، او ممكن نعمل الدبل كلينزنج بان احنا نستخدم الكلينزنج بالم او الميسلر ووتر وبعدها الغسول بتاعنا. تاني منتج هنستخدمه المرطب. تالت منتج هيكون كريم الريتينول. وده بقى السكين مينيماليزم، الترند اللي طالع ان احنا نستخدم منتجات قليله وخطوات الروتين نفسه تكون قليله. لو حابين تشوفوا التوتوريال للروتين بتاعي الصباحي والمسائي اكتبوا لي في الكومنتس، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشير مع اصحابكم، واستنوا الفيديو اللي جاي.